ألكسندر بيتشوشكين اتولد يوم 9 إبريل سنة 1974 في مدينة اسمها ميتشيا، ودي مدينة صناعية قريبة من موسكو. وعاش أغلب الطفولة بتاعته مع والدته وأخته من والدته وزوجها وابنهم، وده كان في شقة صغيرة جدا جوه مبنى قديم. والده كان تقريبا غايب عن حياته لأنه ساب العيلة وألكسندر لسه طفل رضيع. ومع الوقت ألكسندر اتربى في بيئة بسيطة وكان قريب من منتزه اسمه بيتزا في موسكو، المكان اللي بعد كده هيكون مرتبط باسمه بشكل مرعب. ألكسندر في الطفولة بتاعته كان طفل عادي عايش حياة أسرية بسيطة، وكان معروف ما بين اللي حواليه إن هو طفل ذكي واجتماعي ومرح، وكمان كان بيحب الحيوانات جدا خصوصا الكلاب. ولكن في أول حياته اتعرض لحادثة وهو عنده 5 سنين. الحادثة دي إنه وقع من على المرجحة وراسه اتصابت. بعض الروايات بتقول إن الحادثة دي هي السبب في التغيرات اللي حصلت بعد كده في سلوكه، وقالوا إن الإصابة ممكن أثرت على جزء من دماغه، والجزء ده بالتحديد هو الجزء المسؤول عن التحكم في الاندفاعات. ولكن ده هيفضل مجرد تفسير مطروح، مش حقيقة مؤكدة بشكل قاطع. المؤكد إن سلوكه ابتدى يتغير تدريجي على مر السنين، وده كان طريق مختلف تماما عن طفولته الهادية اللي الناس كانت بتشوفها فيه في الأول.